وقع ابلاغ، وقع ايصال صوت الطلبة الى مسؤولين داخل وزارة العدل اللي اكدوا في المفاوضات معاهم على انه هذا قرار بعد اصرارنا على انه قرار سير ولن يخدم مصلحة الطلبة ومصلحة الجامعة التونسية ومصلحة عموم ابناء شعبنا ومصلحة اللي قاي حقوق هو الى حد الان بطل. تقول الوزارة انه هذا القرار لا يعد ان يكون الا تصريحات ومجرد كلمات نطق بها نذير بن عمو وزير العدل السابق في سياق غير سياقها. بعد ما الوزارة عبر بيان وتعبر فيه عن بعض المواقف وتقول في علاقة بالانتدابات ان هذا القرار لم ينص بالانتدابات المستقبلية في صفوف الملحقين القبائل. اليوم وزارة العدل تتبرع بشكل لا يدعو مجالا الى الشك لان ضغط الطلبة وضغطكم انتم ابناء الاتحاد العام التونسي للطلبة تتنازع وزارة العدل عن ذلك القرار المشهور. الاتحاد العام التونسي للطلبة. وزارة العدل تعبر ان هذا القرار سالف الذكر والذي نطق به نذير بن عمو لن يمر هذا القرار، وذلك من المؤكد بفضلكم انتم يا حماة الجامعة التونسية يا حماة الوطن. انتم ابناء الاتحاد العام التونسي للطلبة. الاتحاد العام التونسي للطلبة. شكرا لكل من حضر في كلية العلوم القانونية والسياسية. شكرا لكل من شارك في المسيرة الطلابية مسيرة الاتحاد العام التونسي للطلبة نحو وزارة العدل. وشكرا لكم انتم زميلاتي الحاضرين الان والذي صبرتم رغم الجوع رغم التعب ولكنكم لم تسلموا ولم تتأخروا ولم تتهاونوا ولم تدخروا بذرة الجهد في سبيل الدفاع عن مصلحة الطلبة وعن مصلحة بلادنا. وقفة كانت عندها شعار أول هو إسقاط القرار، والقرار سيسقط. هذا تأكيد من داخل وزارة العدل. النقطة الثانية سيد وزير العدل صاحب الأقدمية التجمعية يقول له لن نستقبلك بالورود ولكن سنستقبلك بشعارات الثورة. شعارات الثورة تحمل شعارات الشغل والكرامة والعدل والمساواة. شغل للمفكرين من ابناء شعبنا، شغل للبطالة من الاختصاص الحقوق وجميع الاختصاصات. كرامة وعدل ومساواة يا حمد لجميع ابناء شعبنا، حيث يحاكم كمال الطيب كما يحاكم الشرفاء من ابناء هذا الشعب. امثال ياسين الحياري وامثال الناس
أن أشكركم جميعا ونشد على يديكم وصلت اتصال حقيقي من أجل إعادة الأسعار للحراك الطلابي، من أجل إعادة الأسعار للحركة الطلابية والانتصار لمطالب ابناء شعبنا. عاشت الجامعة التونسية، عاشت الثورة التونسية، جامعة لكل أبنائها الشرعيين. وعاش الاتحاد العام التونسي للطلبة طلعة من خلاع النضال ضد الطغيان والاستبداد، ضد الظلم والدكتاتورية. صبتم وطاب نضالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.